حاول تبقى مرن على قد ما تقدر. المرونة حلوة. المرونة دي أهم حاجة في الدنيا، إنك تعرف تتأقلم مع المشاكل ومع الواقع ومع الناس في زمن صعب، مع ناس صعبة وحياة صعبة ودنيا صعبة وشغل صعب والتعامل صعب والأفكار صعبة والأحوال صعبة والبلد صعبة وكل حاجة صعبة، وممكن تكون مستحيلة لناس كتير. فاحمد ربنا، احمد ربنا إن هو ادالك الفرصة إنك تقوم وتقف من تاني على رجلك. احمد ربنا إنك قادر تقف تاني على رجلك. احمد ربنا إنك لسه بتتنفس. احمد ربنا إنك لسه بتفكر. احمد ربنا إنك لسه عايش. ما يبقاش عندك ألفة المعصية والتعود على النعم. يعني إيه؟ يعني من كتر النعم اللي عندك تبقى أنت فاكر إن أنت ما عندكش حاجة. عايز تعرف النعم اللي عندك بجد؟ انزل روح المستشفيات وروح المقابر، وانزل روح شوف المناطق العشوائية الناس عايشة فيها ازاي، واحمد ربنا على كل النعم اللي انت فيها. احنا في زحام من النعم، احنا في زحمة من النعم، نعم لا تعد ولا تحصى. لكن تلاقي الواحد من دول عنده بيت ساكن فيه، عنده سقف بيستره، عنده مروحة، عنده تكييف، عنده لبس بيلبسه، عنده شغل بيشتغله، عنده أهل بيحبوه، عنده أهل بيحبوه بيخافوا عليه، عنده جيران نضاف ومحترمين، عنده صحاب بمعنى كلمة صحاب. وكل ده وبعد ده كله هو مش راضي. هو مش راضي ومش قادر يرضى ومش عارف يقول الحمد لله. وتلاقيه لما بيجيله صداع بسيط، صداع بسيط جدا جدا جدا، صداع زي اي صداع بيجي لاي حد، يقعد يشتكي ويقول لك انا كان نفسي ابقى بصحتي. صحة ايه يا ابني؟ يا ابني انت عندك صداع، عندك صداع بسبب الحر، بسبب الجفاف، بسبب اي حاجة. امال الناس اللي عندها سرطانات والناس اللي عندها كانسر والناس اللي عندها شلل دي تعمل ايه؟ تلاقي الناس اللي عندها الامراض دي بتعرف تقول الحمد لله وبتعرف تشكر ربنا في الصلاة وبره الصلاة. انك تقول الحمد لله من قلبك وترضى باللي ربنا كاتبه لك، ساعتها هتبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي ورايحة فين وجاية منين. والرضا هنا مش معناه الخنوع ولا الخضوع. الرضا هنا يعني انت بتسلم امرك لله وبتشتغل وبتسعى. محدش قالك ما تشتغلش، محدش قالك ما تسعاش، محدش قالك ما تجتهدش، محدش قالك ما تجتهدش انك تغير حياتك ودنيتك وشغلك. محدش قالك انك تغير من المستوى المعيشي بتاعك، بدل ما تكون عايش في منطقة شعبية عشوائية مع ناس غريبة مريبة عجيبة، مع احترامي طبعا لكل الناس اللي ساكنين هناك. محدش قالك انك تشتغل وتجيب فلوس وتروح تعيش في منطقة راقية مع ناس راقيين. مش عيب ولا غلط ولا حرام، بتكلم بجد والله. انك تبقى عايش وسط ناس مش حلوين وناس قلالات الادب وناس سواء اهلك او صحابك او جيرانك او معارفك، لازم تسعى وتجتهد وتشتغل على نفسك ليل نهار عشان تبعد عنهم وتخرج من دايرة الراحة ومنطقة الكسل ومربع الخمول اللي هيخليك عايش حياتك عبد ليهم وعبد لعلاقات سامة مع ناس نرجسيين وناس سامين وناس عايزينك تبقى تحت. فمحدش طلب منك انك تبقى خانع وانك تبقى عبد للظروف. الظروف اتعملت عشان انت